السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير عليكم يا حبايبي، مساء الحب والهنا والسعادة والفرح وكل حاجة حلوة في الدنيا يا رب عليكم. النهاردة بقى ايه؟ هنكمل تنظيف الفراخ بتاعة رمضان. انا دبحت حبة امبارح بالليل وبعدين اتفضل دولت بقى وذبحتهم النهاردة الصبح، قلت عشان اخلص منهم كلهم. مسكتهم بقى النهارده. امبارح طبعا نضفت شويه وبعدين تعبت بقى وقلت كفايه كده، كنت دبحاهم وقلت كفايه مش هذبح تاني. اتفضل الخمسه دولت، قلت بقى مش مستاهلين ان انا اسيبهم، هذبحهم برضو النهارده واخلص. فلما جيت اذبحهم بقى قلت اصورهم معاكم. يلا يا حبيبي بسرعه بقى، اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ويلا اعملوا لايك، اللي ما عملش لايك التكه ويعمل لايك. النهارده بقى يا حبايبي انا بذبح الفراخ وبجيب الزباله كده الباسكت يعني، وبحط فيه جنبي علشان ما اوسخش الدنيا حواليا. هي اي نعم يعني الدنيا ما كانتش نظيفه قوي يعني من امبارح، لاني بعد ما نظفتهم تعبت وما قدرتش ان انا اعمل حاجه. فيصودف بقى النهارده ان انا بعد ما انا بنضف الفراخ يا دوبك شلت الريش منهم، الميه ربنا يكرمها يا رب قطعت، بقيت محتاسه حوسه. بس يلا الحمد لله عدت. دلوقتي انا بشيل الريش واقوم جايبت ملاية قديم عندي وقمت فرشاها على الرخامة، وبقوم حطاهم عليهم بالشكل ده كده علشان ينشفهم، اي نقطة مية فيها تنشف، علشان لما اجي اشيط الفراخ ما تبقاش يعني الريش لازق فيها فما تتشيطش كويس. فلازم الفرخة تكون ناشفة خالص، بحيث ان انتي اول ما تحطها على النار اي شعر فيها او اي حاجة يشيط بسرعة والجلد يفضل بلونه. اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده، اي برضو نقطة مية فاضلة معايا بقوم منشفاها بالفوطة. ودلوقتي انا صلحت البوتاجاز، شلت الامان كله من عليه، بصراحة كان الامان ده تعبني قوي. فجي الراجل صلحهولي وشال الامان اللي فيه كله، بقى كله عيونه بقى سالكة زي ما انتوا شايفينها كده. دلوقتي بقى لما الفرخة بقت ناشفة معايا وما فيهاش نقطة مية، فبقى اول ما بتشم النار اي ريش فيها او اي حاجة فيها بتطلع على طول بسهولة، والفرخة بتبقى نضيفة معاكي. زي ما انتوا شايفين انا بنشفها كده، بشيطها بالشكل ده. يا ترى انتوا بتشيطوا الفراخ ولا ما بتشيطوهاش زينا؟ كل مكان وليه عاداته وتقاليده. احنا عندنا بنشيط الفراخ بط طيور اي حاجه بنشيطها ما عدا الحمام. ودلوقتي خلاص الم بقى، لميت الملايه ديت بقى وخلاص. بصوا بقى في الوقت الحالي ده الميه قطعت فجيت بقى قمت ماليه البستله ميه وقعدت بقى انضف بيها. هي كانت تعباني شويه بس الحمد لله عدت يعني، والميه كل شويه تخلص اروح اعمل، تخلص اروح اعمل. انت عارفين بقى تنظيف الفراخ بيحتاج ميه قد ايه، وبصراحه الميه مفيش غنى عنها في المطبخ. ربنا يديمها نعمه يا رب وتفضل نعمه في حياتنا على طول الميه. دلوقتي خلاص انا بقى شيطتهم، فبشيل منهم بقى الحاجات اللي بتتشال من اي فرخه يعني انتوا عارفين. جبت بقى الطبق ده وبقيت الميه استعملها يعني بحكمه بطريقه تتخيلوهاش. يعني حبة بحبة كده اقوم شاطفة واقوم كاتبة واحط حبة تانيين عشان المية ما تخلصش مني، وبرضو بتخلص وبتروحي تملي تاني. دلوقتي خلاص انا شطفتهم. دلوقتي اهم حاجة عندي بقى ان انا احمي الجلدة دي من فوق، علشان ابني وبيحبها قوي، بيحبها محشية بصراحة. فانا بجيبها له كل ما بذبح فراخ لازم اشيلها له واحميها له كده علشان اعرف ان انا احشيها له. انا امبارح الفراخ اللي انا ذبحتها امبارح كانت ما شاء الله يعني، الحمد لله ربنا اللهم بارك، كانت حلوه وكبيره. فكلها شلت الصدور بتاعتها، ما سبت الصدور خالص. ودي برضو سبحان الله برضو طلعت كويسه، فشلت 3 صدور وسبت 2 بقى، قلت ما اقطعهم كده. كده كده اساسا اصلا الاولاد عندي ما بيحبوش الصدور. وكل ما الفرخه تبقى صدرها كبير كل ما انت بقى لما تسلقيها تحسي انها متفله كده، الفراخ بتبقى متفله ما تبقاش طعمها كويس يعني زي اللي وراك. دلوقتي دولت بقى اللي انا قطعتهم. خلاص
دلوقتي انا بدأت اهو اتخلص، بس برضو المية كانت معنداني قوي. لو كانت المية شغالة بجد كنت انا انجزت يعني في وقت قياسي عن كده. انا يعني الحمد لله يا ربي تنظيفة الفراخ او اي طيور بنضفها ما بتاخدش معايا وقت. بس لما تكون المية قطعة بقى غصب عنك ان انتي ايه يعني حاجة يعني خارجة عن ارادتك، فانتي لازم هتاخد معاكي وقت، لان انتي بتعبي مية وبتحطي مية والمية كده، عن ما ان الحنفية تكون شغالة عليكي على طول فبتنضف معاكي وبتساعدك. دلوقتي خلاص انا خلصت الفراخ، الكبد والقوانص بقى القلب بطلع الكبد والقوانص بقى وبنضفهم كده. هي انضف قناصة بتنضفيها بصراحة بسهولة جدا هي نص الفرخة البيضة، تطلع بسهولة يعني اكنك بتنضفي حاجة خفيفة قوي. وسبحان الله انا خلصت من هنا والمية جت من هنا. يلا حبيبي اللي مشتركش في القناة يشترك يلا ويعملوا لايك، ويا رب يعني يكون خفيف على قلوبكم كده، وقولوا لي تابعوني بمين، انا بتشرف بيكم. كل واحد يقول لي هو بيتابعني منين. عايزين نكبر بيكم كده ونبقى عيلة كبيرة مع بعض. دلوقتي بقى يا حبايبي انا بخلي الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين، وانا بخليها يعني السكينة فلتت مني برضو وعورتني. ودي الحوادث دي يعني بقت حاجة طبيعية يعني بالنسبة لي. الا لما تكوني بقى انتي محرصة وكده، بس انتي بتعملي يعني بسرعة وكده وعايزة تخلصي، فالسكينة ايه فلتت كده مرة واحدة، بس الحمد لله يعني. دلوقتي الصدر ده مش عارفة انا لقيت في قلبه دم كده، بس الفراخ ما شاء الله يعني انا اللي مربياها وكويسة وزي الفل. انا بقول يمكن من الذبيح وانا بذبحها ولا حاجة كانت يعني وهي بتتعمل لانها كانت كبيرة وهي بتفرفر، فبقول يعني الدم انكتب منها فيعني متهيألي حاجة مش كويسة مش وحشة يعني. اهو في الوقت ده كده بقى انا اتعورت بالظبط. بس الحمد لله عدت يعني وما كانتش حاجة يعني ان هي تعطلني، بس هي الحاجة الوحيدة اللي كانت معطلاني المية بصراحة، المية المية المية. الحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا يا رب كلنا. دلوقتي خلاص انا خلصت اهو، وقمت نقعهم في شوية مية بليمون. يعني غسلتهم غسلة يعني مش هقول لكم الغسلة اللي هي يعني بصراحة، لان المية بصراحة ما كانتش موجودة، فغسلتهم كده على قد ما قدرت، وقمت نقعهم في مية بليمون، وبعدين لما اتنقعوا شوية قمت مصفية ميتهم وشطفهم بميه نضيفه اللي كانت الحمد لله، وانا بشيلهم كانت ميتهم بيضه خالص، فقلت الحمد لله. وفي دماغي برضو ان انا لما اجي اطلع بقى اغسل براحتي، يعني هم الحمد لله كويسين جدا يعني مش محتاجين، بس برضو زيادة تأكيد لان برضو الفراخ بالذات لازم تتغسل كويس. قلت لما اجي اطلع بقى ايه الغسلة اللي هي بقى قبل ايه قبل السوا. زي ما انتوا شايفين كده بقى انا بكيسهم اهون عشان يتحطوا في الفريزر بقى، وخلاص كده الحمد لله فراخ رمضان الحمد لله خلصت واتخزنت. انتوا عارفين بقى ان المصافي بتنزل ميه، فحطيت الفوطه دي عشان اي نقطه ميه ايه تشربها على طول. كيستهم بقى وانا بكيسهم كده الحمد لله لقيت الميه جت، قلت لها الله يسامحك. سبت شويه بقى حوايجه كده على رقب، دي بقى الفراخ بتاعت امبارح يا حبايبي، شايفين بقت جامده خالص ازاي كده. خلاص بقى اخد احط في الفريزر، ودول بقى سبتهم ايه علشان اعملهم النهارده على شويه بطاطس. الحمد لله امبارح كنت عامله فراخ ولحمه ورز ومكرونه، فتفضل معايا عندي رز ومكرونه، فقلت اعمل شويه الحوايجه دي. الميه جت الحمد لله.
شطفت بقى الحاجات اللي انا كنت حاطه فيها الفراخ، المصافي. بس المايه كانت جايه مش كويسه خالص، عكره عكره يعني بطريقه ما تتخيلهاش. جيت بقى قشرت البطاطس هنا علشان ايه اعمل بقى الاكل. مغرب جدا العشاء. اشهد ان لا اله الا الله. ما رضيتش اجيب بطاطس من الكبيره، وقلت ايه اجيب بطاطس من الصغيره الوسط دي بتبقى حلوه. ثواني كده العشاء. دلوقتي بقى انا بنضف البصل والثوم والبطاطس، بوضب كل حاجتها كده ايه علشان اعملها على طول. احنا عندنا هنا انا بعملها ني في ني. ني في ني يعني ايه؟ يعني الطماطم مع البصل مع قرن الشطه بحطهم في الخلاط مع بعض. شوف المية كانت نازلة لونها عامل ازاي، فاضطريت ان انا ايه استعمل المية اللي انا جايباها برضو، لان دي مية بصراحة ما لازم تفتح الحنفية كتير كتير شوية اكتر عشان ايه تنزل المية دي لحد ما لونها يبقى كويس. دلوقتي بقى انا بحط الطماطم والبصل وقرن الشطة والثوم واضربهم كلهم مع بعض. دي بقى ان احنا بنسميها ني في ني عندنا. اهو انا بحط الثوم قدامكم اهو على الطماطم، وده قرن الشطة نضفته، ودي البصل خرطتها 4 كده وقمت حطاها في الخلاط. بس دلوقتي بقى برص الحوايجة، احنا بنسميها عندنا حوايجة. وخرطت البطاطس، بس بخرطها ايه تخينة شوية ان هي تستحمل السوا مع ايه مع الفراخ. قرنين فلفل ده بقى بيخلي طعم البطاطس في حتة تانية خالص بصراحة. يعني او اي بطاطس تعمليها مدسوسة وحطي فيها قرن فلفل اخضر. بعدين بقى حطيت الطماطم بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. حاولت اسلك بالمعلقه كده علشان ايه الطماطم تنزل في البطاطس كلها. حطيت معلقه فلفل اسمر صغيره ومعلقه ملح ومعلقتين 3 زيت، عشان طبعا الفراخ فيها دهن هتسيح معانا. وحطيتها على النار. جبت بتنجانه بقى كده وحطيتها على الكبشه بتاعتها ديت، وقلت اشويها جنب الاكل. ودلوقتي دي الشوربه بتاعت امبارح فضلت. خلاص بقى دلوقتي انا خلصت الاكل والفراخ الحمد لله. قلنا بقى نشوف المطبخ. كان في شويه مواعين، والله لو الكاميرا كانت مظبوطه كنت هتشوف المواعين دي وهي قد ايه. قلت بقى اشطب بقى المواعين كده واشطب المطبخ واروق بقى ايه حواليا كده المكان، علشان ايه تبقى الدنيا بقى رايقه. بس بصراحه لما بتخلصي حاجه انت حامله همها بتحسي براحه جامده بجد بجد يعني. يعني الفراخ دي انا كنت حامله همها جدا، بالذات لان انا صوابعي. الراجل بتاع البوتاجاز لما جه عشان ينضف يعملهولي فكهولي كله. فكلي الازاز من جوه ومن بره والبوتاجاز من جوه ومن بره، وقال لي اغسلي بقى. انا اصلا اساسا البوتاجاز بتاعه نضيف، انا ايدي فيه على طول. فان هو يفك الازاز من جوه ففي دهون جوه، فانا مش عارفه. فقال لي ايه لازم ايه تجيبي بتاع دهون. بتاع الدهون ده انا ما بجيبوش الا كل فين وفين اصلا، وما بستعملوش كتير. والصدف بقى الظروف ان انا ايه ان انا كنت قصه ضوافري قبلها بيوم، قصها خالص. جيت بقى ان انا امسك بتاع الدهون دوت وانا بغسل مع اني قص ضوافري، فعمل لي التهابات جامده في قلب ضوافري بوجع جامد جدا. وانتي عايزه تنضفي فراخك وفي نفس الوقت جوزي هيسافر، ففي ذكر بط عايزه انضفه له برضه، وعايزه اخبز علشانه. فالحمد لله الحمد لله ربنا يسرها وخبزت يوم الخميس. ويوم الجمعة نضفت له الدكر بتاعه وحطيته له في الفريزر، وحطيت له خبزه في الفريزر، وحطيت الخبز بتاعه في الفريزر. الحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمة. وقلت بقى ما عادش الا الفراخ، لو انا سبتها هفضل حاملة همها جامد. انا لما بكون عندي حاجة وعايزة اعملها عايزة انجزها، لاني بقعد افكر فيها كتير. فقلت زي ما ربنا قواني على الخبيز وقواني على ان انضف يعني انتوا عارفين تنظيف دكر بيبقى صعب شوية عن الفراخ. فقلت ربنا قواني في دولت، ان شاء الله ربنا هيقواني في التانيين. والحمد لله رب الحمد لله ربنا يديمها نعمة عليا وصحة يا رب. الحمد لله ربنا قواني وخلصته.
ساعتها بقى بجد 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 حسيت براحة جامدة جدا، يعني الحمد لله الحمد لله. دلوقتي خلاص اهوت الفراخ بقى الشوربة بتاعت امبارح بزودها بيها، بدل ما انا ازودها مية فبزودها الشوربة احسن، بتطعمها اكتر وبتسكرها. دلوقتي خلاص دخلت في السوا اهيت والبتنجانة استوت. هتبلها معاكم بقى، حطيت لها معلقه، نص معلقه فلفل اسمر كده صغيره، ونص معلقه ملح، ومعلقه طحينه كبيره، ومعلقه زيت. بتقلبي ده على دوت بقى بيدي يعني بصراحه البتنجان بيبقى طعمه جميل جدا. عن في ناس بتحط توم بس انا خلاص دلوقتي البتنجان معانا بقى جاهز اهون. دقته لقيته محتاج ذرة ملح فقمت حطاه. انتي بقى اللي بتحتاجي، بتعرفي ملحك ايه، بتحبي الحاجة عادبة بتحبيها كده، فانتي تتحكمي في الملح بتاعك. وعملت شوية سلطة كده جنب الاكل. احنا عندنا بنحب السلطة جنب اي اكل بصراحة. تبلتها بقى بشوية خل وليمونة وشوية زيت، معلقة زيت ومعلقة فلفل اسمر صغيرة ومعلقة كمون صغيرة وشوية ملح. برضو انتي اللي بتتحكمي في الملح. حطيت لها بصلة صغيرة كده. وخلاص السلطة معانا بقت جاهزة. خلصت السلطة من هنا وما شاء الله الفراخ خلاص، البطاطس استوت معايا وما شاء الله كانت جميلة جدا وطعمها بص بقت دايبة خالص. بعدين بقى سخنت الرز وسخنت